باسم مؤتمر ستار في منطقة الحسكة ندين ونستنكر المؤامرة والتهديدات الواضحة على القائد عبد الله أوجلان من قبل الدولة التركية الفاشية. وكلنا يعرف منذ 23 عاما القائد تحت التجريد والتعذيب المعنف، ولم يلتقي أحد من أهله ولا حتى محاميه منذ 28 شهرا. بالرغم من كل هذه الجرائم التي يرتكبها، زاد التجريد على القائد بعد نجاحه بالانتخابات، وبعد ذلك واضح من خلال الرسالة التي أرسلها إلى القائد والتي بدأ فيها يهدد بتسميم القائد، وخوفا أن الدولة التركية انتهاء اتفاقية لوزان بعد انتشار فكر وفلسفة القائد. سعت بكل قدراتها وقوتها أن تنتهي المجتمع المساند لفكر القائد، وكل ما يقام به من محاولات ومؤامرات ستنتهي بالفشل، وذلك بسبب إرادة شعب روجافا القوي. باسم مؤتمر ستار، باسم المرأة الحرة، سنقاوم حتى آخر قطرة من دماؤنا لتحرير القائد ونكسر المؤامرة والتجريد والعزلة المفروضة على القائد.